السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا خوتنا، مرحبا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم دائما في قناتكم كالعادة. بداية أهم شيء الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم والاشتراك في القناة ليصل لكم كل ما هو جديد بحول الله تعالى. في هذا الفيديو موضوع مهم جدا نتناول فيه القائمة الأولية للمنتخب الوطني الجزائري، أكيد اللي تتكون من 55 لاعبا. على بالي الجميع لما يشوف هذه القائمة راح يفرح، لكن أقول أنه الفرحة بهذو اللاعبين يعني أقول سابق لأوانه، لأنه القائمة سوف تقلص إلى 23 لاعب، يعني 55 لاعب عندك الحرية أنك تضيف تقريبا جميع اللاعبين اللي راهم في المفكرة، لكن لما تقلص إلى 23 لاعبا يعني راح نولوا تقريبا إلى نفس نقطة البداية، يعني نفس التشكيلة ونفس القائمة اللي راهي تلعب تصفيات اللي هي اللي راح تكون في كأس إفريقيا بنسبة 90%، ما عدا عودة بعض اللاعبين في شكلة بن طالب، في شكلة والناس إذا كان في احسن احواله، في شكلة بن ناصر، وان شاء الله قدوم عدلي مع انه استبعده في هذا الكان. على كل حال ممكن البعض يتساءل لماذا القائمة 55 لاعبا أو القائمة الأولية ب 55 لاعبا. أقول لك أخي الكريم أنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أكيد طلب من جميع المنتخبات المشاركة في بطولة إفريقيا المقبلة بكوت ديفوار إرسال قائمة أولية قبل 13 ديسمبر المقبل، وتضم 55 لاعبا سيتم من خلالها اختيار 23 لاعبا معني فقط بالمشاركة في كان كوت ديفوار. ونستعرض بحول الله تعالى في هذا الفيديو القائمة الأولية المتوقعة والموسعة جدا حسب الصحفيين وحسب الأخبار وحسب الأنباء وحسب الإحصائيات. كل لاعب يعني ماشي عشوائيا، ولكن نقدر نقول أنها متوقعة لأن القائمة النهائية راح تكون بإعلان التشكيلة. لذلك نبدأ على بركة الله، وأعطونا رأيكم في التعليقات. أي لاعب حبيتوا ضيفوه لنا في التعليقات. على كل حال في حراسة المرمى أكيد جمل بالماضي الثلاثي يعني اللي راح يكون في حراسة المرمى ما يتغيرش، لكن راح يضيف له حارسين ربما في حالة الإصابة. على كل حال في حراسة المرمى راح يكون موندريا في حراسة المرمى أكيد، والحارس الأول للمنتخب الوطني الجزائري، والدليل وإقحامه في كل المباريات الرسمية كأساسي. والحارس الثاني راح يكون مصطفى زغبة أكيد، والحارس الثالث راح يكون بنبوط، وراح يضيف لهم لاعبين أيضا أو حارسين ممتازين في شكلة رئيس وهب مبولحي وألكسيس جندوز بحول الله تعالى. هذوما اللي راح يكونوا في المنتخب الوطني الجزائري. أظن أنه فيما يخص حراس المرمى أكيد راح يحافظ على نفس النسق وإبعاد مبولحي وجندوز إلا إذا كان هناك إصابات. في الدفاع تقدر تقول نفس التشكيلة ونضيف لهم بعض اللاعبين، لذلك أقول لك أنه راح يكونوا في الدفاع راح يكون ماندي، عيسى ماندي أكيد، راح يكون أيضا طوغاي، وراح يكون أيضا رامي بن سبعيني، وراح نضيف لهم عبد القادر بدران وطوبة وبالعيد، وبالإضافة إلى بالعمري، ونروحوا إلى الجهة اليمنى نحطوا ليريس، حليمية، زداتكا وعطال في الشك، لكنه في القائمة الموسعة يمكن يكون بالك يولي بالك ما يوليش. على كل حال على الجهة اليمنى راهم يتنافسوا كل من عطال وزفان وقيطون وليريس وحليمية وزداتكا، يعني نقدر نقول تخير لاعبين فقط منهم. أظن أنه بما أنه عطال 3 أشهر بعيد عن المنافسة، يعني أنا أظن من الجنون أنك تجيبوا كأس إفريقيا، إلا إذا كان هناك بلكش نادي الله، لكن الفيفا لا تسمح. لذلك أنا أقول من الغباء أنك لاعب ما يلعبش 3 أشهر تلعب به كأس إفريقيا. لذلك أقول على الجهة اليمنى الفرصة مواتية حليمية عنده خبرة قليلة، زداتكا أظن أنه المرشح الأبرز لأنه عنده تقريبا نفس مواصفات يوسف عطال وراه يدخل مع ليل، بالإضافة إلى مهدي زفان عنده تجربة كبيرة في كأس إفريقيا، وبالإضافة قيطون الذي لا يقنعني صراحة، يعني باش نكونوا في الصورة. في محور الدفاع نعود لكم عندنا ماندي وطوغاي وبن سبعيني وبدران وطوبة وبالعيد وبالعمري.
اكيد تختزل الى ماندي وطوغاي وبن سبعيني وطوبة، تقريبا يروحوا هذا. على كل حال ممكن نضيف لهم بالعيد، ممكن صعبه على كل حال. ما تكون القائمه الموسعه، وانتم يعني حطونا رايكم في التعليقات، لانه انا اظن في محور الدفاع راح يحافظ بنفس التعداد ماندي طوغاي بن سبعيني وطوبة، وانتم اعطونا رايكم في التعليقات، لانه كاين حتى بدران وكاين بالعيد وكاين بالعمري. اما على الجهه اليسرى راح يتنافسوا كل من لوصيف، ايت نوري، العروسي، شتي وحجام، واللي راح يروحوا اكيد راين ايت نوري والعروسي، هذوما اللي راح يروحوا الا اذا كان هناك اصابه. احبابنا خوتنا، ندوزوا في وسط الميدان. هذا هو يعني كما احنا نقولوا اللي عندنا شويه منافسه ايجابيه. على كل حال في وسط الميدان الاسترجاع، يعني وسط الميدان الدفاعي، عندنا راميز زروقي اللي سجل قبل قليل في رابطه الابطال اوروبا، نديروا له ان شاء الله فيديو، نتناولوا هذا الفيديو بموضوع ان شاء الله. عندنا زروقي وعندنا قديورة وعندنا زرقان. البعض يقول لك كيفاش قديورة؟ هذه القائمه الموسعه، يعني لازم تحط 55 لاعبا، لكن ما راحش يروحوا كامل لانه ما كاش، يعني ما هذو ما واش عندنا اللي راهم كما احنا نقولوا باينين، مع انه قديورة مستبعد، لكن لازم تعمر به القائمه. ان شاء الله تكونوا فهمتوني مقصودي. لذلك زروقي، قديورة، زرقان، هاريس بالقبله، بن طالب، دراوي، بوداوي، بن ناصر، بولايا، وايضا عندنا عوار، قادري، فيغولي، سعيود، عبد اللي، شايبي، وبن دبكه. هذول راح يلعبوا يعني في وسط الميدان. اكيد راح تختصر الى زروقي واسماعيل بن ناصر وبن طالب، وممكن نضيف لهم قادري. اما في وسط الميدان الهجومي عندنا اكيد يبقى عوار وشيبي، هذو هما فقط اللي راح يروحوا على كل حال. اما بن دبكه وبولايا وزرو هذو كامل يعني القائمه راح تختزل، مع انه عندنا فيغولي وعندنا سعيود، لكن راكم على بالكم جمل بالماضي يعني، والقضيه نتاعو بلا ما نعاودوا نحيو في اشياء يعني ما فيهاش حل. نعود لكم في عجاله. وسط الميدان عندنا زروقي، قديورة، زرقان، بالقبله، بن طالب، دراوي، بوداوي، بن نصر. في الاسترجاع راح يختزلوا الى 4 لاعبين فقط. اظن انه زروقي وبن طالب واسماعيل بن ناصر، وممكن جدا في غولي هم اللي راح يكونوا في وسط الميدان الدفاعي. في صناعه اللعب اكيد ما قلتوا عندنا شايبي وعندنا عوار وعندنا قادري وعندنا سعيود وعندنا، لكن القائمه راح تروح ينحي منهم فقط 2 اللي هما شايبي وعوار. ممكن قادري، لكن اذا دار قادري راح يزيد ينحي يعني واحد اخر. على كل حال المنافسه راهي صعيبه. انتم رايكم في التعليقات. اما في الشق الهجومي احبابنا خوتنا عندنا قائد الفريق رياض محرز، راح يكون معاه على الجهه اليمنى بدر الدين بوعناني، وراح ينافسوا ايضا بلومي، وراح يكون ينافسوا ايضا بلال ابراهيمي، وراح ينافس ايضا والناس، وراح ينافس ايضا غزال. يعني ذو اللاعبين كلهم على الجهه اليمنى راح يدي منهم فقط 2. عندك محرز، بوعناني، بلومي، بلال ابراهيمي، ادم والناس، وغزال، يعني نقدر نقولوا غزال بالله نحطوا مجالي مليح. راح تختزل الى محرز، ممكن ادم والناس انا نظن والله اعلم، لكن بشير بلومي، عندك بوعناني، عندك يعني صعب. اما على الجهه اليسرى راح تكون منافسه شرسه. لماذا؟ لانه عندك عوده عبد القادر غزال يقدر يكون حتى على الجهه اليمنى. عندك بالليلي، ياسين ابراهيمي نعم، لكن هل سيستدعى؟ عندك معلش بالليلي، ياسين ابراهيمي، عندك بن رحمه، وعندك محمد الامين عموره. تدي منهم فقط 2. شكون؟ اظن انه راح يبين عندك عموره و صعبة والله أنا صعب واش نختار، نخليكم لكم أنتم تختارون. على كل حال عندنا بالليلي وعندنا عمورة وعندنا سعيد بن رحمة، ولما لا نشوفوا ريان شرقي؟ لما لا؟ يعني الأمور راهي صحيح. طلنا رايكم في التعليقات. في قلب يعني الهجوم يعني الهجوم يعني ما نقولوا قلب هجوم صريح أو المهاجم الصريح، عندنا قويري بدون منازع، سليماني، بونجاح، ديلور، إسحاق بالفضيل، وبن بوعلي. راح يدي منهم فقط 2. هل راح يكونوا قويري وسليماني؟ قويري أكيد راح يكون. هل راح يكون معه بالفضيل؟ راح يكون معه بونجاح العائد بقوة؟
بيكون مهدي نور بن بوعلي في كاس افريقيا جديد؟ لا اظن. لذلك والله غير حرت. لكن على كل حال انتم اللي تعطونا رايكم في التعليقات، ما نطولش عليكم اكثر من هذا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.